هيدا التاريخ كله ماني ذاكرة منه ولا تفصيل. طلع الخبر بالبداية مثل صدمة. إسرائيل قتلت حلم سيلين حيدر لاعبة منتخب لبنان، والناس كلهم انصدموا وما صدقوا اللي عم يسمعوا. واليوم سيلين بتظهر وبتحكي لأول مرة شو اللي صار معها وكيف اللحظات اللي عاشتهم قلبوا حلم كانت عم تبنيه خطوة خطوة لكابوس فجأة. أول لحظة فتحت عيوني فيها كنت فاكرة حالي بالبيت، يعني قاعدة أسألهم عن شي بالبيت لحد ما آخر شي قالوا لي سيلين نحن بالمستشفى مش بالبيت. أما أنا طلعت هيك مزبوط بالمستشفى. سيلين حيدر اللي وقف معها ملايين واعتبروها رمز قوة كانت وما زالت بطلة بصمودها، بصوتها، وبقصتها اللي ولا حرب قدرت تهزها، بالعكس قوتها أكتر. بتمنى إنه ترجع سيلين توقف على رجليها.